مباراة المغرب الرياضي الفاسي والرجاء البيضاوي التي تذهب للشوطين او لضربات الجزاء الترجيحيه عفوا. والكرات الثابته عموما. هنا صاحب الهدف الوحيد لنادي الرجاء البيضاوي في مباراة الذهاب في ضربة الجزاء احمد زحوح في مواجهته لعزيز الفيلاني. يتقدم احمد زحوح. احمد زحوح وجه لوجه مع الحارس انس السيتي. اذا ياخذ المساحه الكافيه اشرف بن شرقي. يتقدم اشرف التعادل الثانيه لفريق الرجاء البيضاوي. هذه ثالث مباراه في ربع نهائي تصل لضربات الجزاء الترجيحيه. بدر بنون يتقدم بدر يسجل. اللاعبين عاده الذين يسددون بالقدم اليسرى شكك في قدراتهم، ولكن سيلا امامه فرصه. سيلا يضيع. علي بن عمر هو من سيتكلم في التنفيذ في هذه الاثناء. الكره الثالثه للرجاء. بن عمر يسعى للتنفيذ. يتقدم بن عمر. هدف للرجاء في تنفيذ هذه الضربه للمغرب الرياضي الفاسي. حبيب الرحماني يسجل تنفيذها. هل ينجح يوسف القديوي؟ يتقدم والهدف يقرب. عموما ضيعتي مشيتي يا ولدي. هذه الكرة للسكتيوي. فعلا هو السكتيوي بن يستعد لتنفيذ هذه الكرة. يتقدم السكتيوي. انتهت المباراة. الرجاء البيضاوي